اخيرا فيديو. ما صورتش فيديو بقالي اكتر من اسبوعين، ومحدش سالني عن السبب لان انا شخصيا ما اعرفش، ولكن قد يكون مثلا بسبب ان السوق النايم السوق الميت اللي احنا فيه دلوقتي، سوق الموبايلات والاجهزه والالكترونيات عموما شبه بينقرض في مصر، وان شاء الله يعني الوضع يتحسن قدام، او بسبب ان مفيش اطلاقات كتير لموبايلات في الفتره الحاليه. ولكن لما نرجع نصور بقى لازم ارجع بفيديو ايه تقيل، ونرجع بفيديو ناس كتير جدا 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 مستنياه، وهو ترشيحات الموبايلات من حيث الاداء. في ناس كتير بتدور على موبايل يعيش معاها فترات طويله جدا، سنه واثنين وثلاثه واربعه، من غير ما يهنج ولا اداؤه يقل. وفي ناس تانية عايزه الاداء ده اللي هيترجم معاها الالعاب، وبابجي بقى 90 فريم و60 فريم، وكول اوف ديوتي وجنشن امباكت والالعاب التقيله دي. في ناس تانية بتمنتج على الموبايل وشغلها كله على الموبايل حرفيا 24 ساعه، فبتحتاج موبايل باداء عالي. ومن الاخر ده اللي هنهتم بيه في الفيديو بتاع النهارده. بس قبل ما نبدا بقى، بقالي كتير ما طلبتش منكم الطلب ده، تعمل لي لايك على الفيديو ده، اللايك ببلاش، وبيعرفني برضو لو انت مهتم بالنوع ده من المحتوى. ولو اول مره تشوفني تشترك في القناه عشان يوصلك كل جديد اول باول. انا عمر من قناه اوبي تك، ويلا نشوف ايه هي اقوى موبايلات من حيث الاداء في 2023 لحد ال 20,000 جنيه او 650 دولار تقريبا. يلا بينا. بصوا بقى، في البدايه انا هرتب الموبايلات من الاضعف والاقل سعرا للاعلى، وهنطلع بقى مع بعض واحده واحده اثناء الفيديو. نبدا باول فئه معانا، وفئه تحت ال 8000 جنيه مصري، اللي هي فئه ال 250 دولار تقريبا. الفئه دي حاولت احصرها لكم كده بين موبايلين اتنين فقط. اول موبايل هو السامسونج جالاكسي اي 24. الموبايل ده بصراحه جاب تسعير جميل جدا 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 من سامسونج، ومؤخرا بدانا نشوف ان سامسونج هنا وبالذات في مصر بقت بتقدم افضل قيمه مقابل السعر. تخيلوا يجي الزمن اللي نشوف فيه سامسونج هي اللي بتقدم افضل قيمه مقابل السعر. الاي 24 مميزاته كالتالي: اولا المعالج بتاعه المحترم الهيليو جي 99. المعالج ده بالميت يشغل لك ببجي على حوالي من 50 ل 60 فريم مستريح، سواء كان بملف خارجي بقى وهتشغل مثلا جي اف اكس تولز او اي برنامج يعني خارجي، هتكسر ال 50 فريم وساعات ال 60 فريم كمان. اما في باقي الالعاب كول اوف ديوتي وكل الالعاب دي ف 60 فريم مستريح. ولو عايز فيديو مراجعه كامله للموبايل ده فانا جربته بالفعل، واسيبه لك في الاي اللي فوق هنا، روح اتفرج عليه لو عايز معلومات اكتر. تاني ميزه في الموبايل ده شاشه ممتازه اموليد بتردد او ريفريش ريت 90 هرتز. تالت ميزه كاميرا 50 ميجا بكسل وبتدعم الاو اس او المثبت البصري، وبصراحه الموبايل ده من افضل الكاميرات في التصوير في الفئه السعريه بتاعته. رابع حاجه بطاريه عملاقه 5000 ملي امبير اور وشاحن 25 واط، شاحن سريع بالنسبه لسامسونج، لكن بالنسبه لباقي الشركات يعني شغال، فنقول عليه مقبول بصراحه. خامس ميزه وبيدعم تقنيه الدفع اللاتلاموسي وهي الان اف سي. بالنسبه لشبكات المحمول والواي فاي ممتازين جدا. وعيوب الموبايل ده عيبين اتنين: اولا الصوت او السماعات هنا مونو سبيكرز مش ستيريو سبيكرز، فالصوت بيطلع من جهه واحده بس، وده في ناس كتير ما بتعتبروش عيب لان اغلبنا دلوقتي بيستخدم ايربودز بقى، سماعات بلوتوث، مش عارف سماعات بسلك، الكلام ده كله بيخليك ما تعرفش اصلا الموبايل اللي معاك ده ستيريو ولا مونو اساسا. تاني عيب وده ارخم حاجه فيه، شكله بصراحه تصميم الشاشه فيه من اسوأ ما يكون. بصراحه مش عارف ازوق الكلام ولا اجمله، ولكن لو جزئيه الشكليات والتصميم دي بتفرقش معاك فالموبايل ممتاز، وهو تقريبا افضل موبايل في فئه ال 7000 جنيه. وده سعره النسخه ال 128 جيجا مساحه تخزين و4 رام 6700 جنيه مصري، والنسخه 6 رام منه ب 7300 جنيه مصري، يعني بنلعب في رينج ال 210 220 دولار. تاني موبايل ممتاز في الفئه السعريه دي هو الريلمي 10. الريلمي 10 جايب نفس المعالج الجي 99، نفس الشاشه الاموليد وتردد 90 هرتز، نفس الكاميرا ال 50 ميجا بكسل ولكن ما عندناش هنا او اس او مثبت بصري، نفس البطاريه ال 5000 ملي امبير اور ولكن بشحن هنا اسرع 33 واط، وعندك شبكات والتقاط واي فاي افضل من الاي 24 مش بفرق كبير ولكنه افضل. عيوبه نفس العيوب تقريبا، الصوت هنا عندك مونو سبيكرز مش ستيريو سبيكرز. تاني عيب الكاميرا هنا اقل بحبه حلوين من الاي 24، فانت لو يهمك الاداء مع الكاميرا كمان فتروح للاي 24 افضل. سعر الموبايل ده حاليا النسخه ال 128 جيجا مساحه تخزين و8 جيجا بايت رام ب 7800 جنيه مصري، يعني هم برضو ال 220 230 دولار. مش هصدعكم موبايلات تانية في الفئة السعرية دي، انا نقيت لكم افضل اتنين من وجهة نظري في جزئية الاداء. ننتقل بقى للفئة الاعلى وهي فئة لحد ال 15000 جنيه مصري، يعني فئة ال 450 دولار. الفئة دي هي اكبر فئة معانا لان عندنا هنا 4 موبايلات ممتازين جدا جدا جدا. اول موبايل وهو من سامسونج برضه هو الجالاكسي ام 52. الام 52 هيقدم لك معالج ممتاز وهو السناب دراجون 778 جي، والمعالج ده بالمناسبه في الالعاب لو حطيت ملف بسيط في لعبه بابجي من الملفات اللي بنزلها على القناه هنا، او تستخدم حتى اي برنامج خارجي، هتكسر 60 فريم و70 و80 وممكن تلمس في 90 فريم مستريح بالمعالج ده. المعالج ده ممتاز بكل ما تعنيه الكلمه من معنى بلغه عربيه فصحى اهو. تاني ميزه شاشه من نوع اموليد بتاعت سامسونج بقى وبرفريش ريت او معدل تحديث 120 هرتز. تالت ميزه كاميرا ممتازه 64 ميجا بكسل مع كاميرا 12 ميجا بكسل خاصه بالالترا وايد او التصوير الواسع. رابعا بطاريه 5000 ملي امبير اور ونفس الشاحن بتاع سامسونج اللي هو الصاروخي عندها 25 واط. بتريق طبعا، في موبايلات كتير جايه دلوقتي بشحن اسرع. وعيب الموبايل ده بصراحه عيب وحيد فقط وهو المونو سبيكرز، ولكن في ظل اللي احنا فيه ده فالمونو سبيكرز مش بقيت اعتبره قوي عيب يعني قاتل. هو مونو سبيكر سماعات احاديه مش اعلى حاجه طبعا، الاستيريو اعلى، ولكن في ظل الاسعار دي ده العيب الوحيد يعني.
والموبايل ده جايب ضمان محلي، وسعره النسخه ال 128 جيجا مساحه تخزين و8 جيجا بايت رام 10900 جنيه مصري، يعني حوالي 340 دولار بالظبط. فموبايل كويس صراحه وجميل، ولكن في موبايلات جايه اقوى منه ولكن اعلى منه طبعا في السعر. تاني موبايل وهو من سامسونج برضه هو الجالاكسي 34. ال 34 ده نزل رسميا في مصر وبتصنيع مصري كمان محلي وبسعر منافس جدا بصراحه. الموبايل ده مميزاته اولا المعالج بتاعه ممتاز دايمنسيتي 1080، والبروسيسور ده تقريبا هو السناب دراجون 778. طبعا ال 778 يتفوق بحاجات بسيطه، ولكن ده لا يزال معالج منافس جدا جدا للمعالج اللي قلنا عليه ده. تاني حاجه شاشه ممتازه سوبر اموليد بتاعت سامسونج بقى وال 120 هرتز، شاشه 10/10، كاميرا 48 ميجا بكسل مع مثبت بصري يو اي اس، تاخد منها تجربه تصوير سواء صور ثابته او فيديوهات ممتازه. رابعا الموبايل ده جايب معيار حمايه اي بي 67 واللي بيخليه مقاوم لرذاذ الميه والاتربه والغبار والكلام ده كله. خامسا اخيرا بقى سماعات ستيريو او ستيريو سبيكرز، صوت هنا بيطلع من تحت ومن فوق، فيديك تجربه صوتيه محيطيه وممتازه عن اي موبايل تاني بيجي مونو سبيكرز او سماعات احاديه. الموبايل ده عيوبه عيبين اتنين. اول عيب انه جايب تصميم قديم جدا 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 شبه بالظبط الاي 24. تصميم الشاشه شكله قديم وغبي ومش هيعجب ناس كتير، ولكن لو مش فارقه معاك النقطه دي فعديها. تاني حاجه البوكس بيجي لك فاضي من غير شاحن من غير اي حاجه. والموبايل ده سعره النسخه ال 128 جيجا مساحه تخزين و8 جيجا بايت رام 10600 جنيه مصري، يعني برضه 330 دولار. تالت موبايل ارشحه لك الفئه السعريه دي هو البوكو اكس 5 برو. الاكس 5 برو موبايل تقريبا شبه متكامل. اولا جايب المعالج الممتاز اللي قلنا عليه السناب دراجون 778 جي مع شاشه اموليد بريفريش ريت او معدل تحديث 120 هرتز. تالت حاجه كاميرا ممتازه 108 ميجا بكسل مع وجود كاميرا 8 ميجا بكسل خاصه بالالترا وايد، وبصراحه السنسور الرئيسي هنا هيطلع لك تجربه تصوير افضل من الموبايلين اللي قلنا عليهم من شويه. رابعا بطاريه عملاقه 5000 ملي امبير اور وشاحن صاروخي 67 واط. خامسا ستيريو سبيكرز او سماعات ثنائيه. وسادس حاجه عندك اي ار بلاستر او انك تقدر تستخدم الموبايل ده كريموت. تيجي تسالني على العيوب بصراحه بتاعت الموبايل ده، ما عنديش بصراحه عيوب كتيره تذكر عن الموبايل ده، مش لاقي له عيب واضح اقدر اتكلم عنه، لان الموبايل ده كمان جايب سعر النسخه ال 256 جيجا مساحه تخزين و8 جيجا بايت رام بحوالي 13800 جنيه مصري، يعني حوالي 420 دولار تقريبا. لو عايز تشتريه ممكن تشتريه من هارموني ستور مثلا، تقول لهم انك جاي تبعي، قول لهم انا تبع عمر بتاع قناه اوبي تك، هيدوا لك خصم 500 جنيه ان شاء الله يعني، بس اهم حاجه تقول لهم انك تبعي طبعا. او لو انت جنبك مكان بيوفره بسعر اقل طبعا هاته، هيكون افضل بالنسبه لك. رابع موبايل وده موبايل موجه للالعاب صرف، موبايل بص يعني حرفيا يتفوق على كل الموبايلات اللي اتكلمنا عنها دي في جزئيه الالعاب بالتحديد. الموبايل ده هو البوكو اكس 4 جي تي. الاكس 4 جي تي من اهم مميزاته اولا المعالج الجبار جدا 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 اللي بيتفوق باكتر من الضعف عن اي معالج تاني قلناه من شويه، وهو الدايمنسيتي 8100. المعالج ده بيشغل لك ببجي على 90 فريم مستريح، العاب تانية ممكن توصل ل 100 فريم مستريح. معالج يا جماعه ده المعالج اللي هو يقعد 4 سنين كده ايه باشا مكبر دماغك من الاداء لمده 4 سنين ولا حاجه، معالج ممتاز. تاني حاجه بقى الشاشه هنا للاسف اي بي اس مش اموليد ولكن بريفريش ريت او معدل تحديث 144 هرتز، ودي من اكتر معدلات التحديث اللي هنشوفها في الفئه دي كلها. تالت حاجه كاميرا مقبوله 64 ميجا بكسل. رابعا بطاريه 5080 ملي امبير اور وشاحن سريع 67 واط. خامسا عندك سماعات ستيريو او الصوت بيطلع بقى من جهتين مختلفتين تحت ومن فوق، فيديك تجربه صوتيه ممتازه جدا على الموبايل ده. وبما اننا بنتكلم ان احنا عايزين موبايل للاداء، فده اقوى موبايل حاليا في الاداء لحد السعر اللي هنقول عليه دلوقتي وهو ال 13000 جنيه مصري، وده طبعا النسخه ال 256 جيجا مساحه تخزين و8 جيجا بايت رام، يعني برضو بنتكلم في حوالي 390 400 دولار بالكتير. بكده اكون خلصت معاك كل الموبايلات لحد فئه ال 15000 جنيه. دلوقتي وقت بقى ان احنا نختم بموبايلين لحد فئه ال 20000 جنيه واللي هيقدموا لنا اقوى تجربه اداء في الفيديو ده. تعالوا نعرف ايه هم. اول موبايل هو من شركه شاومي وهو البوكو اف 5. البوكو اف 5 جايب معالج جبار وهو اقوى معالج سناب دراجون في الفئه السعريه دي كلها، هو السناب دراجون 7 جين 2. المعالج ده لو عايز تعرف قد ايه هو قوي، على سبيل المثال لو مسكنا مثلا مقارنه بين ال 7 بلس جين 2 ده وال 778 جي اللي قلناه من شويه، فالفرق بينهم حوالي 110%. المعالج ده بيحقق حوالي 950 الف نقطه اداء على منصات اختبار الاداء، فبتتكلم هنا على معالج جبار، معالج برضو اللي هو يقعد معاك 4-5 سنين مرتاح، العاب شغل تقيل من غير ما يشتكي خالص. ومش كده وبس، الشاشه في الموبايل ده اموليد بريفريش ريت او معدل تحديث 120 هرتز وبسطوع بيوصل لحد 1000 نتس او 1000 شمعه، فشاشه برضه ممتازه. كاميرا 64 ميجا بكسل صورها ممتازه وكمان بتدعم الاو اي اس او المثبت البصري. رابعا بطاريه 5000 ملي امبير اور وشاحن 67 واط. خامسا ستيريو سبيكرز او سماعات ثنائيه بتطلع من تحت ومن فوق، فهتاخد تجربه صوتيه ممتازه. والموبايل ده بقى سعره كام؟ النسخه ال 256 جيجا مساحه تخزين و12 جيجا بايت رام ب 19000 جنيه مصري، يعني بحسبه بسيطه كده حوالي 620 دولار تقريبا. هتاخد واحد من اقوى المعالجات الموجوده في العالم في الفئه السعريه دي.
تاني موبايل واخر موبايل نختم بيه الفيديو ده هو من شركه ون بلس، هو الون بلس ايس 2 في. عايز تعلى بقى اكتر في المعالج، عندك الدايمنسيتي 9000 وده معالج من شركه ميديا تك. المعالج ده برده في نفس الليفل تقريبا بتاع السناب دراجون 7 بلس جين 2 اللي لسه قايلين عليه من شويه، برده بيتفوق بحوالي الضعف عن كل المعالجات اللي قلنا عليها اثناء الفيديو. طبعا الضعف في تجربه الالعاب، الضعف في المهام اليوميه، الضعف في الشغل التقيل على الموبايل، الضعف في كل حاجه. معالجات يا جماعه فوق بقى، احنا كنا بنتكلم عن معالجات مثلا هنا، المعالج ده هنا كده الفرق بينهم فعلا كبير. اتنين، عندك شاشه اموليد بتدعم المليار لون وبتردد 120 هرتز. تالت حاجه كاميرا 64 ميجا بكسل. رابعا بطاريه عملاقه 5000 ملي امبير اور وشاحن صاروخي 80 واط وده اسرع شاحن معانا في الفئه دي. خامسا عندك ستيريو سبيكرز. سادسا عندك بقى هنا الديزاين الشيك والممتاز، وهنا مش بتكلم على الشكل وبس، انا بتكلم عن خامات التصنيع. الموبايل ده جاي بفريم او اطار معدني مع ظهر من الزجاج، فهنا انت هتاخد خامات تصنيع بريميوم كده ومحترمه وهتحس انك ماسك موبايل فخم في ايدك. والموبايل ده سعره للنسخه ال 256 جيجا مساحه تخزين و12 جيجا بايت رام حوالي 18000 جنيه مصري، يعني حوالي 580 ل 590 دولار تقريبا. كل اللي اتكلمت عنهم بقى في الفيديو ده كان من وجهه نظري انا الشخصيه، واللي رتبتهم زي ما قلت لكم من الاقل في الاداء او الارخص في السعر لحد الاعلى لحد ما وصلنا للنهايه. اتمنى يكون الفيديو ده عجبكم. لو الفيديو عجبكم اكتبوا لي تحت في التعليقات وسيبوا لي لايك جميل كده، ولو عندك اي استفسار او اي مشكله اكتب لي تحت في التعليقات. ان شاء الله هحاول ارد عليكم واحد واحد. انا عمر من قناه OB Tech واشوفكم في فيديو جديد. سلام.